شلونكم اليوم؟ سويت لكم تغطية لايف مثل الأمسية والقعدة الحلوة اللي سويناها نحضر فيها الحلقة الأخيرة من خان الذهب. هلا شلونك؟ حبيتها بالمسلسل. شكرا. إن شاء الله النهاية تكون هسه أجيكم شوية وأجيكم من هناك. روحي اشتهيت شكرا لحضوركم. بصراحة ما توقعت هالقد يجون ناس يحضرون الدعوة هذه. سمعنا كلمة من أستاذ سامي وهسه الكلمة رويدة. شكرا. طلع لايفاني. مرحبا، يسعد مساكم. شكرا على حضوركم، شكرا على المحبة اللي شفناها منكم إلنا والمسلسل هم اللي تعبنا به كلش هواية. كل يوم كنت أصور وأتعب بالتصوير، أقول يا ربي ما يضيع هذا التعب. معقولة المشاهدين هيك بلمحة يديرون التلفزيون والتعب هذا كله يضيع؟ كل يوم أشوف به هذه المحبة للمسلسل ولكل الفنانين اللي اجتهدوا وتعبوا وسهروا أيام وليالي. ما كنا ننام مرات يمكن ساعتين 3 باليوم حتى نقدم لكم هذا الشغل اللي دخل قلوبكم وحبيتوه كلكم. وأني جدا جدا سعيدة بهذا الحب يسوى عندي الدنيا كلها. طبعا كل عام وانتم بألف خير بمناسبة عيد الفطر المبارك. يا رب ينعاد عليكم بالخير والصحة والسلامة والعافية وراحة البال. شكرا لكم. شكرا رويدة. طبعا سارة كانت تناقش في قضية كلش مهمة بالمجتمع واللي هي الابتزاز. هماتي لازم نسمع الكلمة. بالبداية مرحبا، كل عام وانتم بألف خير. يا ربي أيامكم كلها سعيدة. طبعا أنا حاليا كلش ارتاحت لأنه هم على قلبي كان المسلسل وراه. هواية وصلتني منكم مسجات إنه هاي حالتنا كانت، وأني أحمد ربي وشكره إنه أنا قدمت رسالة ووصلت للمجتمع. وأتمنى البنات اللي بعمري وحتى الأكبر حقينا من عمري إنه ما يغلطون هذا الغلط، لأنه هذا غلط يعني كلش مؤذي. مثل ما شفتوا شمس ايش رادت تسوي من ورا زيت، من ورا زيت. زين، فأتمنى إنه ما تغلطون هذا الغلط. وأحبكم هواية. شكرا. عاش سيدي سارة. هسه سمعنا كلمة من أستاذ سامي ورويدة وسارة. امجد الصوت امجد. بس وصل يم مديحة شو راح يصير؟ يابا صوت. تيست. هلا جميعا، كل عام وانتم بألف خير. نقيب راتش بيك تفتر ورايا. نقيب ما دا يسمعني. سيادة النقيب، يا سيادة النقيب. فزيت من فتت من ورايا، مو طلعت براءة قلت اني شكوى. هاي بعد طلعنا براءة، الناس قدعوا علي. مبروك صدق. مبروك عليك النجاح. الناس يدعوني يقولوا لي بس خلص لنا حياتي وطلعنا براءة. اي الحمد لله والشكر. مبروك عليك. كان لي شرف طبعا اشتغل رئيس رويدة الفنانة ان شاء الله يا رب. تسلم تسلم. نجومية فنان رائع انت اكيد. الله. رسول الأستاذ الكبير يلا كلمة سامي شكرا. قفطان اللي هو إضافة عظيمة لمسلسل خان الذهب. ليش الإضاءة هيك؟ ينعاد عليكم بالصحة والعافية. أتمنى تكون مرة وصلت لكم فكرة عن البنات والمراهقات بهذا الزمن، وأتمنى يكون أخذوا عبرة من الموضوع. إن شاء الله أكون شيء. شكرا رسول. صار علي المفروض من زمان نعتبر ان احنا هاي بعد طبعا يلا كلامكم خير. حبايبي بداية هسه اي اكثر الاسئله انهم يقولون ليش بس نقيب راعد ومسلسل هذا نقيب راعد. الاستاذ محمد حلج كان يريد يعطي كلام رمزيه انه شخص نقيب راعد هو يمثل كل المؤسسه العلميه، مثل ما بين حج سامي وبين حياه دلاله رمزيه عن كثير من العوائل العراقيه. فهذه كانت رمزيه، يعني هو نقيب راعد يفتح ومتعين على مود بين حج سامي. فكل عام وانتم بخير.
وهاي طلعت لا ليش حياة. صفرين؟ حتى بعد عندي طلع حياة طلع حياة. هو معلم عليكم. استاذ مصطفى المخرج من الفريق العام. اول شيء كل عام وانتم بخير. عيد سعيد عليكم وعلى الجميع. بالنيابه عن فريق الاخراج استاذ المخرج بهاء حداد، يعني بصراحه انتم شفتوا العمل، شفتوا كل الصعوبات اللي كانت بيه وشلون طلعت وشلون صوره، شلون شيء جديد، شلون شفتوا الممثلين شلون ابدعوا. هواي شغلات شفتوها اختلفت عن باقي المسلسلات، صارت في التحول نقدر نقول بالدراما العراقيه، وان شاء الله السنوات الجايه نقدر نطور اكثر واكثر واكثر. انا اشكر الكل، اشكر الممثلين على التزامهم، على تفانيهم، على حبهم للعمل. اشكر الجمهور لانه حبوا المسلسل وفهموا النقاط اللي الاستاذ محمد حنش راد يوصلها، واحنا نتمنى نكون وصلناها بصوره صحيحه. وشكرا لكم، وان شاء الله نلتقي باعمال جايه. انا ما ادري ليش ماخذ دور المقدم، ما دا اشوفه من التقديم. ها يا جماعه اريد حجي هسه كلنا راح نصور الدلالين بالخير. لا بس المره هناك اريد ارجع بس اكرر شكري لشركه المنتجه لعمل حان الذهب او استوديو استشاره سهل الفيصلي واكيد الاستاذ الكاتب محمد حنش العبقري وكل العاملين بهذا العمل بحاله او استوديو، واكيد ما ننسى المشرف العام لهذا العمل الاستاذ اوس شرقي اللي ما قصر ويانا وكان حتى حاضر ويانا بعض الايام كان تصوير في المكان. شكرا ام بي سي عراق، ونسمع صوت الام بي سي عراق. شكرا جزيلا على السلامه. يلا حبيبي والله لا فرقه سترويد بس واحد. عسري هلو حبيبي يلا عسري بس وحده بس وحده تغوش. يلا حبايبي والله يا عمي خلينا نروح. يلا ما يخالف، يلا عسري يلا باي يلا يوسف يلا حبايبي باي بس وين السياره مال احمد؟ افتح السياره افتحها عمار. طبعا انا اتمنى اوقف ويا كل العالم، بس تعرفون اذا يعني وقفت شوي ممكن صعب اطلع بعد، يعني والله ما اعرف اشرح الموضوع، هو مو غرور. روح جيب احمد خليه يجي يقول له سيارتك جاهزه. اخ يا الله، بقيت بالتغطيه وياكم اليوم لحد ما وصلنا للسياره. يلا ما اعرف. شكرا اهلا وسهلا. رجع هذا رجعها حبايبي، راح ارجع لكم بعد شويه.
كلش فرحانة أني اليوم، وكلش مقهورة بنفس الوقت بأحداث الحلقة الأخيرة. إن شاء الله تكون عجبتكم، وإن شاء الله تكون ما قهرتكم وبكتكم هواية. هلو، شلونك؟ هلو. حبيبتي شكرا، واني هم احبك كلش. اي طبعا كلش فرحانة بمحبة العالم، واتمنى لو اوقف وياهم كلهم، بس تعرفون شو هي بالمول تصير هوسة. بس فيديو صغير خلي. مرحبا سيف. طبعا اداء كان جدا موفق. تسلم، شكرا لك. موفقيه ويا رب يحفظك ويعطيك الصحه والسلامه. شكرا. وان شاء الله السنه القادمه تكون بعد افضل وافضل ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله. شكرا لك. عليكم السلام، اهلا. تسلم تسلم، الله يحفظك. الله يحفظهم لك ان شاء الله. هلا وحبيبي شلونك؟ الله يحفظهم لك ان شاء الله. تسلم 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 عيوني انت. لا مو مشكلة، انا ما عندي كل مشكلة. فرحانة بمحبة الاطفال والله، لانه هم هيجي من يحبون شخص يحبوه بقلب صافي وبنية صافية. صحيح. بالعارضة قبل البصمة. احمد وين؟ ها عيني، دير بالك المرة. ها حبيبي. ايه تعالي تعالي تعالي. بشرة شلون يا امي؟ زين. بس والدتي تريد تاخذي على الصورة. يلا. ايه العفو. السلام عليكم. والدتش ما شاء الله بدك. كل الهلا عيوني، كل الهلا. مشكورة قلبي. حبيبي الله وياك. ها عيني، يلا سريع سريع. كل شكرا. تسلم تسلم. اهلا اهلا. والله ما ظل قاعدة بالسيارة، أنا استحي هيجي العالم تجي وأنا قاعدة بالسيارة. خلي تصير هوسة، لازم انزل. اختفيت فجأة مو؟ هلو شلونك؟ اللي يقولها غنى تريد تاخذ صورة وياك. يلا صورة وياها. يلا حبيبي تسلمي. يلا تعال تعال. حبيبة قلبي حبيبتي. اعتذر بس تدرين هوسة. بدعتي. تسلمين. يلا يلا. فدوى العين. ربي يحفظك. تسلمين، ربي يحفظك ويطول بعمرك الصحة والعافية. يلا يلا يا أمي، يلا تفضلي. يلا اسراء. انت محضرة مو محضرة المصور؟ دلي اسراء ياتي. وين المصور؟ ياتي شوية ابويا. بس خد تاخذ صورة. يلا سعد. شكرا حبيبتي، كل الهلا عيوني. هلا. لا لا بس تريد تبوسك. تعال. يلا ارجع علي ارجع. ارجع يلا. تعال يا اخو نور. يلا تعال. اهلا وسهلا حبيبي. اهلا. احمد وين؟ هذا احمد اصعدي. يلا تعال، حرام خليك تلقون صورة. يلا في مال يا شباب. الله حمودي. يلا حبايبي نشوفكم بخير. باي 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 باي. ان شاء الله. عمليات كاسياتان. ما راح ادفع اليوم. ما راح ادفع. هاي احمد. هاي المول هسه طلعنا. والله محبة الناس نعمة، والله العظيم نعمة يعني ما تتقدر. ها عيوني. اي قلبي تعالي تعالي.
صعد الجامعه احسن. لا خلي اصور وياه. تعال يلا. واحد بس خل تاخذ الاثنين. يلا يلا سريع سريع قبل لا نطلع. تسلمين يا اهلا وسهلا عيوني يا حبيبي. يلا ربي يحفظك شوي. تسلم. محمود صعد الجامعه. محمود سوي سكاوت عسل. ربي يحفظك. يلا سيبه سيبه ما يتسيب؟ هاي في تليفون. ممنون سيد. اهلا وسهلا. ما يتسيب. يلا يلا سريع سريع سريع. هذا اللي ما مو مال الشعيره صح؟ حبيبتي باي باي باي. يلا بس شو اسمه؟ ما في بعدين وين تسيب؟ اني اسعد عيوني انت. كل الهلا كل الهلا. شو اسمه؟ صعد الجامعه هاي. سجلت الهاي. ايه وين انت رايح؟ يلا حبايبي احنا ان شاء الله بعد شوية ارجع يجوز ارجع افتح لكم لايف ما اعرف. ان شاء الله تكونون استمتعتوا واحنا همينا كلش تونسنا انه شفنا الحلقة بوسط هاي الجماهير اللي كلش حبت المسلسل. يلا الى اللقاء اشوفكم بعدين. يلا صورة بسرعة بسرعة بسرعة. حبيبي يلا مع السلامة. يلا تعال. بس وصل يوم بدي اخذ صورة هسه. لا وصلت. تيست. هلو جميعا كل عام وانتم بألف خير. يعني الحقيقة كلنا ما كنا متوقعين هالصدى العالي لأنه بالتالي عرفنا من النص اللي انكتب من قبل الأستاذ محمد حنش بها دروس كلش كبيرة، وعرفنا بالنتيجة أنه التغيير الأساسي يبدأ من العائلة. هواي دروس عرفنا من عندها أنه الواحد ما يركز على الناس، يركز على نفسه أول. وشكرا لكم كلكم جزيل الشكر. رسول يلا كلمة شكرا. أروى. أول شيء أنا أرحب بكل الناس اللي جايين وكل عام وأنتم بألف خير، وإن شاء الله يا رب هذا العيد نعاد عليكم بالصحة والعافية. وأتمنى تكون مرة وصلتكم فكرة عن البنات ومراهقات هذا الزمن، وأتمنى يكون أخذ وعبرة من الموضوع. وإن شاء الله أكون قدمت لكم الشيء اللي تبدوه. شكرا رسول. استاذ علي المفروض من زمان يعتبر انه هاي بعد. طبعا كل عام وانتم بخير. بداية اكثر الاسئله انه يقولون ليش بس نقيب رعد مسلسل ماذا نقيب رعد؟ الاستاذ محمد حنش كان يريد يعطي دلاله رمزيه انه شخص نقيب رعد هو يمثل كل المؤسسه الامنيه لحماة شام، مثل ما بيت حجي سامي وبيت حياه دلاله رمزيه عن كثير من العوائل العراقيه. فهذه كانت الرمزيه، يعني مو نقيب رعد مفتح ومتعين على مود بيت حجي سامي. فكل عام وانتم بخير. وهاي طلعت حياه، حتى بعد عيد الرساله طلع حياه طلع حياه. ومبروك علينا وعليكم. استاذ مصطفى المخرج منفذ للعمل. اول شيء كل عام وانتم بخير. عيد سعيد عليكم وعلى الجميع. بالنيابه عن فريق الاخراج الاستاذ المخرج بهاء خداج، يعني بصراحه انتم شفتوا العمل، شفتوا كل الصعوبات اللي كانت بيه وشلون طلعت وشلون صوره شلون شيء جديد، شلون شفتوا الممثلين وشلون ابدعوا. وهواي شغلات شفتوها اختلفت عن باقي المسلسلات، صارت في التحول نقدر نقول بالدراما العراقيه، وان شاء الله السنوات الجايه نقدر نطور اكثر واكثر واكثر. انا اشكر الكل، اشكر الممثلين على التزامهم، على تفانيهم، على حبهم للعمل. اشكر الجمهور اللي حبوا المسلسل وفهموا النقاط اللي الاستاذ محمد حنش راد يوصلها، واحنا نتمنى نكون وصلناها بصوره صحيحه. وشكرا لكم، وان شاء الله نلتقي باعمال جايه. انا ما ادري ليش ماخذ دور المقدم، ما اتوب من التقديم. ها يا جماعه اريد حجي هسه كلنا راح نصور تدللون بالخدمه. اريد ارجع بس اكرر شكري لشركه
الشركه المنتجه لعمل خالد ذهب اوس استوديو، والمنتج منفذ استيارة سرور والاستاذ سليم، والاكيد الاستاذ الكاتب محمد حنش، ومخرجنا العبقري بهاء خداج، وكل العاملين بهذا العمل بعائله اوس استوديو، واكيد ما ننسى المشرف العام لهذا العمل الاستاذ اوس الشرقي اللي ما قصر ويانا وكان حتى حاضر ويانا بعض الايام اثناء التصوير في بغداد. شكرا ام بي سي عراق، ونسمع صفقه ام بي سي عراق. شكرا جزيلا، مع السلامه. كابتن ترجع طب خطأ والله
حبيبي انت شكرا عمر. ها شنو خلتها تعال داخل شكرا رسمه عضو احمد ها شنو رسمه احمد بس احمد وياك ما اقدر انا. عالي ابو عالي يلا بعد ايه يا الرسمه على السريع ليش تنزل؟ يلا حاضر يعني السيارة مفتوحة السيارة. الباقيين وين الباقيين؟ هاي ضوء فلاش. بس انت شوف الرسمة مال الولد. يا وردة خليك فلاش وين احمد؟ وين الرسمة؟ هاي الرسمة تعال يلا تعال عبد تعال. صار قد ما تستفيد يلا في مال الشباب. شكرا للكل. عشان ناخذ صورة. اي واحد ما اقدر انا. خلص وطي والله يسجل بكم ويا سيدي. يلا تعال هنا تعال نحن البنات. تعال بابا عيد ضوي عيد يلا احمد. اهلا وسهلا. شكرا. شكرا شباب. صحيح